حب الاب لابنه فطري، حب الابن لابوه مش فطري. مشروط. انت بتعاملني كويس هحبك فانا هحبك، انت معاملتك معايا تمام فانا هحبك. ولكن شفت ربنا سبحانه وتعالى فرض على الابن ان يبر ابوه وامه، فرض عليهم ده ليه؟ لان هو كده كده ابوك وامك هيحبوك، بس انت جواك لازم تبرهم حتى لو هم وحشين معاك. بس احنا لو اتكلمنا في النقطة دي، يعني احنا دايما بنتكلم عن بر الابناء للاباء، لو عكسنا بقى بر الاباء للابناء خلي بالك دي هنلاقي فيها نقطة، مصايب. ما هو خلي بالك دي نقطة مهمة برضو. سيدنا ابراهيم ابوه كان كافر، ماشي كافر. هو فيها بعد الكفر ذنب؟ لا. معلش ابوك بيزعق لك بيشتمك بيضربك بس ده كفر. كان بيعامله ازاي؟ يا ابتي، في ارقى من كده كلمة ممكن تتقال لابوك وهو كافر؟ لا. فكانت حتى معاملته مع ابوه كانت كويسة جدا، وباللين وبالحسنى، مع انه كافر، مع انه بيبهدله، مع انه اللي انت بتعبده ده مش صح، اللي انت بيهينه في عقيدته، ولكن هو لا، لا، انا لازم اتعامل معاك كويس، لعل الله يغير ما في قلبك، مش بايدي انا بقى، دي بتاعت ربنا. انا معليش غير ان انا اطيع امر ربنا سبحانه وتعالى وعاملك كويس.